جديدة 24 كان الأجواء الجميلة اللي مر فيها الجمع العام. وحبذا لو تهضرنا على المشاريع المستقبلية للمكتب المسير الحالي اللي كل شيء كيتني عليه وكل شيء كيشكروا فيه. ولكن نشكروا الجديد 24 على الدعم ديالها الدائم ديال الدفاع الحسن جميل، سواء بالنقد او بالملاحظات الايجابيه. هذا عمل تشكرون عليه. بالنسبه للافاق المستقبليه بخلال المشروع ديالنا اللي سطرناه، كاين مجموعه ديال المحاور، منها المحور الاداري كيف ما طرقنا الشركه ديال الضبط ديال المعاملات الماليه بدقه استحسنته اللجنه التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وفق معايير دوليه، وبدليل حنا عندنا تقرير مالي يعني صادقوا عليه بالاجماع بالطريقه باش دار ولا بالدقه ديالو، وهذا حاجه ايجابيه. بالنسبه للشراكات الحمد لله اللي تسناو السنه الماضيه بفضل كرجع العام الاقليم ورؤساء الجماعات، يعني المجلس الاقليمي ورئيس اللجنه الاقليميه ورئيس المجلس البلدي ورئيس جماعه الحوزيه وجماعه مولاي عبده، وما كنساوش الاعضاء اللي كانوا فيهم من اجل النقص من المديونيه ديال السنين الماضيه او المشاكل كما تطرقنا لهم ديال الضرائب ديال كلوب هاوس اللي حاولنا من 300 مليون ترجع 100 مليون واديناها. دخلنا في المشروع حاولنا ندخلوا في الامور كامله، اضافه الى الاستراتيجيه ديال الماليه. حاولنا لأن الرياده لا ماشي هي كلها ما هي وهو ريادي. حاولنا بالامس توقيع على اتفاقيه سوسيو رياديه مع شركه فرنسيه غتكون سابقه في افريقيا اللي غتكون سبور ايتود، يعني غنحاولوا من خلالها الاشاعه ديال المدينه الجديده. وهذا البروجي بيلوت اللي غيتبريزونطا في الكابون ان شاء الله في كوب دافريك اللي غيعطي ليماج ديال الفريق ديال الحسن الجديد، ومن خلاله المدينه بحكم ان المدينه كما كتشوفوا جميع التظاهرات اللي كانت السنه كانت ناجحه، وهذه ما تكون الا اضافه اللي حنا كاملين المجتمع ديالنا نكونوا مواطنين في هذا البلد. اضافه لهذه المشاريع اللي كنا كنشوفوهم هنا، تكلمنا على المركز الاكاديميه يعني بالتنسيق مع جامعه مولاي عبد الله اللي لخصوا واحد الوعاء قاري، نشوفوا المساطر فين وصلت باش ندوزوا للتنفيذ والدراسه اللي غادي يستافدوا منه ابناء الجديده وغنستافدوا منه حتى مالين، لان الاشعاع ديالها يمكن يستقطب فروق كبيره. هادو من بزاف المشاريع بزاف الورشات. حنا اللي ما فتحتيش ورشات يعني ما يمكنش تزيد. درنا ورشات نقدروا نكونوا وصلنا ل 80% ولا 70% الخدمه ديالنا. كلشي لما تضافرت الجهود وصلنا وتعاوننا راه ما غنوصلوش. الدفاع ملك للجميع، ملك الجمهور قبل ما تكون المكتب المسير. هي الجمهور ديما كيبقى عنده فرقته بوحدو. المسير يقدر يكون هذه السنه، يقدر من بعد ما يكونش. ميساج للاخوان كاملين تعاونوا، فريق الكل تعاونوا نوصلوا اتجاه صحيح. وفي هذا الاطار دكتور، هل هناك من استراتيجيه لاعاده الجمهور للمدرجات؟ استراتيجيه الجمهور لاعاده اولا باش يكون عندنا جمهور لازم يكون عندنا واحد الانفراستركتور اللي تكون في المستوى. احنا كنا السباقين لإمضاء اتفاقيه مع وزاره الشباب والرياضه والجامعه الملكيه لكره القدم لتوفير كراسي الملعب، اضافه لاصلاح المرافق الخاصه. المرافق الخاصه غتكون كاميرات، غتكون لي تورنيكي ديال الدخول. هادو سكون بو فير او نيفو ديال الانفراستركتور مي تاعنا كنبغيو الجمهور يتحمل حتى هو المسؤوليه ديالو. يعني الجمهور بغينا داك الجمهور اللي بعد على الدفاع 10 15 ما بقاش راه بيهم. هاد الناس اللي كنتلاقاو معاهم في الزنقه كيخاف على الفرقه وباغي الفرقه تكون، هما الناس اللي بغيناهم. الجمهور اللي عندنا هنايا دابا ولا الاخوان اللي كاينين دابا ولا بغيناهم حتى هما يرجعوا يكونوا مع الجمهور سند للدفاع، ماشي للاعضاء المختارين او الاعضاء المكتب، سند للدفاع. محتاجينهم بيان سور، حنا مفتقرينهم في هاد الماتشات، محتاجينهم وكل واحد يدير اللي عليه. كان مكتب مسير حنا كنديروا التسيير والجمهور يقوم عليه ويشجع الفريق. شكرا.